بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير، وتحياتي لكل المتابعين. النهارده عندنا مباراه كل جماهير مصر والوطن العربي بتنتظرها، هتكون قويه جدا في منتهى الروعه. مباراه الاهلي المصري والعين الاماراتي في مواجهه ناريه في بطوله كاس القارات الانتر كونتيننتال. مباراه هتكون مختلفه لانها على بطولتين، البطوله الاولى بطوله كاس القارات، مطالب النادي الاهلي انه يكسب عشان يصعد للدور القادم، وايضا المباراه دي هتكون خاصه واستثنائيه لانها هتكون على بطوله الافرو اسيويه، وبالتالي المباراه هتكون في منتهى الشراسه وفي منتهى القوه. الفرقتين عايزين ينتصروا. طبعا كل الجماهير دلوقتي الاهلاويه وكابهم بتخبط في بعضها والكل قلقان، يا ترى هنعمل ايه امام العين الاماراتي؟ عندهم سفيان رحيم وعندهم كتيبه قويه جدا جدا، والنهارده هتكون مباراه خططيه بالدرجه الاولى. المباراه متوقفه على المدير الفني مارسيل كولر. يا ترى بقى هتعمل ايه يا عم كولر النهارده؟ ان شاء الله باذن الله يفرحنا كلنا، وده اللي احنا جايين نقوله لحضراتكم في ملعب السير. ان شاء الله بشرة خير من خلال تحليلنا النهارده، وتابعونا علشان حلقتنا هتكون متميزه جدا وهتكون مختلفه عن كل الحلقات اللي موجوده في جميع وسائل الاعلام. ناس كتير جدا ما تعرفش فريق العين الاماراتي ولا تعرف معلومات عنه، عشان كده هبتدي اوضح مع حضراتكم الاول تشكيل فريق العين الاماراتي. هرنان كريسبو اللاعب الارجنتيني الموهوب والمتميز، كان راس حربه الحقيقه من رؤوس الحربه المتميزه جدا ولاعب قوي، وكذلك مدير فني الحقيقه متميز، هو اللي هيقود فريق العين الاماراتي امام النادي الاهلي. عندهم في خط الهجوم 3 متميزين جدا وناخد بالنا منهم، اللاعب الخندر وريميرو، سفيان رحيم اللاعب المغربي، وماتيوس بلاسيوس. في منطقه وسط الملعب يحيى نادر اللاعب الاماراتي، ومحمد البلوشي، بارك يونج وو، لعيبه متميزه جدا في منطقه وسط الملعب. خط الدفاع يمكن ده اضعف نقطه عنده، وناخد بالنا قوي من الكلام اللي احنا هنقوله. بندر محمد ظهير ايمن، وامكواديو اللاعب الاماراتي، فابيو كاردوزو اللاعب البرتغالي، 2 سنتر باكات، الظهير الايسر البرازيلي ايريك، حارس المرمى خالد عيسى. يمكن حارس المرمى ايضا يعتبر نقطه ضعف عندهم لان الحقيقه ليه تحركات جنونيه. نتمنى ان شاء الله ان المباراه تكون موفقه لفريق النادي الاهلي. بالنسبه للاعيبه الاحتياط ايضا عندهم لعيبه متميزه جدا، وعندهم 3 ارجنتينيين على اعلى مستوى، علشان كده بنقول فريق العين الاماراتي فريق خطير جدا وفريق قوي جدا جدا. المباراه هتكون صعبه، وكل الجماهير دلوقتي بتقول يا ترى ازاي نقدر نحقق انتصار في المباراه دي، وعلشان كده بنقول لحضراتكم النهارده معانا في ملعب السير هو مسار واحد، مفيش مسار تاني، ونركز قوي في الكلام اللي احنا هنقوله. طب ايه بشرة الخير بقى يا عم عمر اللي انت عايز تقولها لنا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي؟ من خلال الاحصائيات اللي احنا تابعناها ومن خلال المباريات فريق العين الاماراتي لاحظنا نقطه مهمه جدا. النقطه دي طبعا كلكم عايزين تعرفوها، عشان كده كلنا نركز قوي في الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. فريق العين الاماراتي كل الفرق اللي لعبت امامه باسلوب دفاعي وباسلوب كان فيه نسبه الاستحواذ لم تتخطى ال 35%، الفرق دي يا اما حققت تعادل او حققت انتصار. فريق وحده ابو ظبي فاز عليهم 2-1 بنسبه استحواذ 29%. بالنسبه لفريق البطيح تعادلوا مع بعض 3-3 بنسبه استحواذ 34% لفريق البطيح. وفريق الغراف القطري استطاع ان هو يحقق انتصار 4-2 بنسبه استحواذ 36%. كل الفرق اللي بتلعب لعب مفتوح امام الفريق الاماراتي الحقيقه بيواجهوا صعوبه كبيره جدا، للاسف بيخسروا، ما عدا طبعا فريق الهلال والفرق اللي عندها امكانيات عاليه زي فريق النصر السعودي. وهنا خطوره فريق العين الاماراتي، خطوره فريق العين الاماراتي ان هو بيستحوذ على الكره بشكل جيد جدا، وخاصه لما بيكون في مساحات امام فريق يلعب معاه ند بند وكره مفتوحه وكره سريعه، والامور بتكون صعبه جدا لان احنا اتكلمنا على الثلاثه اللي في الثلث الامامي، لوخاندر وروميرو، سفيان رحيمي، ماتيوس بلاسيوس. الحقيقه لعيبه متميزه جدا، واللاعب البرازيلي ايريك بيزيد كتير جدا. وهنا بقى دور المدير الفني كولر انه يشوف الحلول وازاي يقدر يشتغل على نقاط الضعف اللي موجوده في فريق العين الاماراتي. عشان كده بنقول المباراه هتكون مسار واحد وسيناريو واحد لتحقيق الانتصار. عندنا اسلوبين لعب ما فيش غيرهم اللي هنلعب بيهم، يا اما تلعب ب4-3-1-2، وده انا اعتقد ان صعب كولر يعمله، ولكن انا بميل للاسلوب ده، انه يلعب ب4 مدافعين و3 في منطقه وسط الملعب، وسط مدافع بشكل صريح اكرم توفيق، احمد نبيل كوكا، معاهم مروان عطيه، يلعب من امامهم بامام عاشور، و2 سرعات في الثلث الامامي، وسام ابو علي وكهربا. دي وجهه نظر الشخصيه، ده اسلوب لعب. الاستراتيجيه الثانيه ودي اللي ممكن تكون اقرب لعقليه المدير الفني كولر، يلعب 2 في منطقه وسط الملعب، مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، ويلعب من امامهم بامام عاشور وطاهر محمد طاهر. ليه بقى؟ لان طاهر محمد طاهر قوي جسمانيا وبيقدر يؤدي الادوار الدفاعيه بشكل متميز جدا. الفتره اللي هيبقى فيها فريق العين الاماراتي بيهاجم على النادي الاهلي هيكون عندنا زخم عددي بشكل كبير جدا في منطقه وسط الملعب، ويكون لاعيبه عندها استخلاص الكوره بشكل عالي جدا، ويلعب بوسام ابو علي وممكن حسين الشحات، لان حسين الشحات ايضا الادوار الدفاعيه عنده متميزه جدا. دي برضه استراتيجيه واسلوب لعب ممكن يلعب بيها، ويمكن دي الاقرب بالنسبه لعقليه كولر. فبالتالي هم دول الاسلوبين اللعب اللي ممكن تلعب بيهم وتحقق بيهم انتصار على فريق العين الاماراتي. نقطه جوهريه في انك انت تعمل توازن متميز جدا في منطقه وسط الملعب، تقفل مفاتيح اللعب على فريق العين الاماراتي، فبالتالي مش هيبقى فيه مساحات، هتقفل النقطه دي، وبالتالي هتكون مباراه صعبه جدا. عشان كده بنقول هي دي نقطه القوه اللي هتكون للنادي الاهلي، وفي الحاله دي هتكون نقطه قوه العين الاماراتي هي نقطه ضعف بالنسبه للنادي الاهلي، لان خلاص مش هيبقى فيه مساحات، سرعات مش هيستفيدوا بيها. وبالتالي من هنا فريق النادي الاهلي الفترات اللي هيهاجم فيها على العين الاماراتي مهم جدا ان احنا نسجل اهداف، ومهم جدا ان انت تخلص من نص فرصه. الهجمات المرتده بنسبه كبيره هتشكل خطوره على فريق العين الاماراتي. 2 السنتر باكات المدافعين
المدافعين اللي عندهم بطاء وبيعملوا اخطاء دفاعيه كتير جدا في التمركز، بالتالي هتكون فرصه كبيره جدا للنادي الاهلي انه لو لعب بالاسلوب اللي احنا بنتكلم بيه انه يحقق انتصار. لكن مباراه هتكون جميله جدا، مباراه هتكون في منتهى الشراسه ومنتهى القوه، كلنا هنستمتع بيها. كل جماهير الاهلي تكون مستبشره خير، كلنا نتفائل. اتمنى بقى يا عم كولر النهارده تبيض وشنا، لان انت بتمثل مصر مش بتمثل النادي الاهلي بس. ربنا يثبته ويكون موفق في المباراه دي. للاسف وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا دايما زي ما عودناكم في حلقات متميزه جدا وحلقات في منتهى الروعه، ودايما معانا التميز والرياده في ملعب السير. بشكركم جدا والى اللقاء.